منذ قرون قالها ابن خلدون بوضوح لا يقبل التأويل: إذا ضاع الأمان على الرزق ضاع السعي إليه. لم يقلها ترفا فكريا، ولم يكتبها من برج عاجي، بل قالها وهو يشرح كيف تنهار الدول من الداخل، وكيف يقتل العمل قبل أن يقتل الأمل. واليوم نفس المشهد يتكرر، بنفس الوجوه تقريبا، بنفس الذهنيات، وبنفس العمى السياسي. ناس اعتادوا أن يعيشوا في مناخ لا يكافأ فيه الاجتهاد، ولا يحمى فيه العرق، ولا يحترم فيه الكسب. ومع ذلك يطلبون من المواطن أن يعمل، أن يصبر، أن يثق، أن يضحي، وكأن التضحية واجب أبدي لا نهاية له. هؤلاء الذين يبررون كل اعتداء على رزق الناس هم أنفسهم الذين يلبسون الظلم ثوب الحكمة، ويسمون الفشل ضرورة، ويحولون الاستنزاف إلى سياسة. لا يرون في تعب المواطن إلا موردا إضافيا، ولا في جهده إلا رقما قابلا للاقتطاع، ولا في حياته إلا هامشا للتجربة. ابن خلدون فهم ما لم يفهمه كثير من ساسة هذا الزمن، أن الإنسان إذا أدرك أن نهاية تعبه النهب سيتوقف عن السعي، وأن العمل لا يقتل بالكسل بل يقتل بالظلم، وأن الدول لا تخرب دفعة واحدة بل تبدأ حين ينكسر الرابط بين الجهد والعدالة. ومع ذلك لا يزال البعض يصر على نفس النهج، بنفس العناد، بنفس التبريرات الجوفاء. يدافعون عن سياسات تقتل العمل، ثم يستغربون لماذا يموت الاقتصاد. يحاصرون المواطن في رزقه، ثم يتباكون على هجرة العقول وانسحاب الشباب وخراب الثقة. ابن خلدون علمنا درسا بسيطا، لكنهم يرفضون تعلمه: الظلم يقتل العمل، والعدل وحده يصنع الأوطان. وما لم ندرك أن حماية رزق الناس ليست شعاراً ولا منة ولا ورقة انتخابية، بل هي أساس العمران نفسه، سنظل ندور في نفس الحلقة، نغير الوجوه، نبدل الشعارات، ويبقى الوجع كما هو.